اللي قدامك ده صديقي خريطة جيران على شكل مجسم طائر، تمام كده؟ ده اسمها خريطة جيران أو خريطة قبور على شكل مجسم طائر، ده اللي قدامك أهو. وده اللي حضراتكم بتقولوا عليها الرزونة أو اللي بيتقال عليها الرزونة. وده جيران كلها، تمام؟ لأهداف موجودة في المنطقة. وآدي مربط الفرس أهوت، ده مربط الفرس، وده شكل الطائر. لو واضح معاك طبعا مفيش أي كلام. ده الرزونة وده جرن. المشكلة إن أنا ما معيش متر أو الكلام ده عشان أقيس. ده كلها إشارات لقبور في المنطقة على شكل طائر. ده اسمها خريطة الجيران لقبور في المنطقة زي ما أنت شايف كده. ده مربط الفرس أهوت زي ما قلت لك، هجيبه لك تاني. مربط الفرس أهو، تمام؟ أدي مربط الفرس أهوت، وأدي الجيران، وأدي جرن التثبيت، وأدي الرزونة، واللي هو معنى كده إن القبر أو القبور اللي موجودة تحت الصخرة أو في جنب أو نزولك جنب بالأجداد، بس هي خلاص تحت الصخرة. معظم الجرون دي جرون تمويهية، اللي هو بتاخد منها هدف معين أو بتاخد منها أجرام معينة عشان تثبت هدفك في المنطقة وتنزل عليها. ده صديقي قلنا خريطة جيران صخرية، واللي هي خريطة قبور على شكل مجسم أهو طائر. وادي الخريطة وادي كل شيء موجود معاك في المنطقة. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول.